صدمة في أسواق الجملة بالدار البيضاء اليوم 14 ماي 2026. كبش العيد كيحرق جيب المواطن البسيط، وفجوة خيالية بين القدرة الشرائية والأسعار اللي شاعلة فيها العافية. واش بصح غنوصلوا لهذا المواصيل؟ وشنو واقع بالضبط في كواليس سوق اللحوم؟ زلزال حقيقي كيضرب سوق اللحوم الحمراء. تخيلوا معايا، الكيلو ديال اللحم البقري كيتأرجح بين 85 و 98 درهم، والسبب اللي كيقولوا هو ضريبة الجفاف المتراكمة وغلاء الأعلاف، واخا السدود عمرات وتحسنات الحقينة ديالها. أما عند الجزار ثمن فات 140 درهم للكيلو، وفي سوق الجملة الذبيحة ب 125 درهم. إيوا كيفاش غيدير الدرويش مع هاد الصاروخ ديال الأسعار؟ وشنو واقع في سلالة السردي اللي كيحماقوا عليها المغاربة؟ السردي داك الحلم اللي تحول لكابوس مالي. السعر ديالو هو حي وصل 83 درهم للكيلو، يعني حولي متواضع. الوزن ديالو 50 كيلو غيتقام ب 4150 درهم، وكاين حالات كيتجاوز فيها 4500 درهم. هذا الرقم كيخلع، حيت كيفوت المعاشات الشهرية ديال أغلبية المتقاعدين، وهادشي كيشكل صدمة حقيقية لأرباب الأسر. واش الأزمة وقفات غير في الحولي، ولا حتى الخضرة دارت لينا مفاجأة؟ إنذار أحمر، حتى الخضرة خانت المواطن، والبصلة بكاتنا بغلاها، والقرعة الحمراء طارت ل9 دراهم للكيلو. وخا مطيشة كتعرف واحد الاستقرار خادع بين 3.5 و 5 دراهم. هادشي ما كيعوضش القفزة الكبيرة اللي نايضة في باقي الخضرة اللي طلعت من 6 ل 10 دراهم. المرقة ولات لمن استطاع إليها سبيلا. قدام هاد التضخم كيفاش غيدير المتقاعد اللي ما عاشو على قد الحال باش يواجه هاد الغول؟ نبض الشارع كيقول باللي الفجوة ولات قاتلة. ثمن أضحية متواضعة كيوصل ل 4150 درهم، وهادشي كيعادل الدخل ديال الربعة حتى ل 13 شهر كاملة من حياة متقاعد من الفئات الهشة اللي المعاش ديالو بين 300 و 1000 درهم. تقارير ميدانية كترصد حالة من الإحباط والغضب الصامت في صفوف الطبقة الكادحة. إيوا شنو هي خيارات النجاة اللي بقات قدام هاد الناس باش يفرحوا وليداتهم؟ المواطن المقهور لقى راسو محاصر بين أداء الشعيرة والواقع المالي المنهار. باش ينجا كاين اللي كيستنزف المدخرات وكيهرس حصالة الطوارئ اللي مخبيها للمرض ولا للدخول المدرسي، وكاين اللي كيلجأ للاقتراض والقروض الاستهلاكية بفوائد اللي كتزيد الطين بلة وتقود للغرق. الخلاصة مشاهدينا الكرام في شوف توك، العيد في 2026 ما بقاش غير مناسبة دينية، بل أصبح امتحان اقتصادي قاسي كيهدد استقرار الأسر المغربية. ما تنسوش تشاركوا معنا رأيكم في التعاليق، واشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما الجديد. وإلى اللقاء.